وقاعدين بهالارض المباركه هون بالميادين، وبجوز نروح على البوكمال. يعني اذا ما خانتني الذاكره نحن بشاميه. مزبوط. والنهر بيناتنا. ترى كل الاماني وكل الحلم، ترى القلب عم يتقطع انه نحن لازم نعبر النهر هلا. ترى اخواننا اللي هنا، اخواننا بالجزيره عندهم عتب علينا وعتب محق، وعندهم عتب على الاعلام، ترى عتب محق. فاكرين انه نحن ما بنسلط الضوء عليهم، فاكرين انه نحن نسيانينهم. ترى هن في ذاكرتنا ليل نهار. ترى منطقة الجزيرة بدونها ما بتتوحد سوريا، وبدونها ما بتكتمل. وبنعرف بانه الكرب كبير، وبنعرف بانه قسد عنده انتهاكات يومية، وبنعرف بانه قسد عم تحاول انه تصعب الحياة من اجل اجراء تغيير ديمغرافي. لكن للواقع له اكراهاته، ونحن بنعرف مثل ما السوريين عذروا الناس اكيد بيعذرونا. لكن كحكومة وكشعب بالتأكيد انتم هون ما نكون نسيانين اخوانكم، ولا حدا ممكن ينساهم. ترى لا بدمشق ولا بإدلب ولا بحماه. انتم شفتوا فزعة السوريين، وصار في كرب وصار في شدائد. ان شاء الله انا على يقين بانه قبل بداية السنة ان شاء الله رب العالمين، هذا بجوز امل، خلينا نقول امل بدل وعد. ان شاء الله رب العالمين بنكون بالضفة الثانية وبالمدن وبالرقة بالحسكة، وإن شاء الله بيكون مثل هذا المجلس. ترى شايفه، أنا متأكد منه وواثق منه، وإن شاء الله لن يكون بعيدا إن شاء الله. ظهر وزير الإعلام الحالي الدكتور حمزة مصطفى والمدير السابق لقناة تلفزيون سوريا، ظهر وهو وسط يعني مجموعة على أساس أنه هو جاي هيك على خطوط التماس يعني، أو قريب من منطقة شرق الفرات، ويحاول أن يشرح وضع الدولة وحال الدولة وأنه سيعبر النهر وكذا. شيء حلو، أنا يعني هذا شيء مرحب به، يعني أنا لا اعتراض على هذا الأسلوب، على هذه الالتفاتة، على هذه الزيارة. ووزارة الإعلام والخارجية والمالية يعني حاليا يعني الإعلام مش من الوزارات السيادية، لكن الأداء يوحي بأنه وكأنه هي من الوزارات السيادية. واحد مش يعني الشيباني بيخوض في قضايا أمنية بقضايا عسكرية وهو وزير خارجية مثلا، يعني ففي تداخل وتشابك كتير في الاقتصادات. مش مشكل في تقديري، أنه مهم أنه يروح يطمن الناس ونحن جايين وسنعبر النهر ومن هالقصص هي. لكن يا دكتور حمزة مصطفى، أنت اليوم كنت قريب من مناطق شرق الفرات، وكأنه أنت خايف توحي للناس وكأنك خايف تروح لهي المناطق. لا، روح. أنا ومن موقعي هذا موقعي وموقفي المعارض من قسد، أنا أضمن لك أنك تروح على القامشلي وترجع معزز ومكرم. لا توحي للناس أنه أنت ممنوع عليك، أنت محرم عليك السفر إلى شرق الفرات. لا تضلل، لا تشيطن بطريقة أو بأخرى. هذا أسلوب غير مهني. شو غير مهني؟ يعني أسلوب قائم على التضليل وهيك، وتعطي شوية مشاعر على شوية أحاسيس جياشة وعلى ما بعرف شو، وعلى هذا التأثر والتأكيد والتهديد أنك ستعبر والقصص هي. لا، أنت بإمكانك تروح على القامشلي، على الحسكة، وتجلي يعني تساوي جولات اللي بدك إياها، ما بالتنسيق ما حدا منعك. أنت روح وجازف إذا كان في هنالك مجازفة،
في الموضوع، وافضح قسد، وافضح سلطة الإدارة الذاتية، أنه وزير الإعلام كان بده يسافر ويروح لهنيك والإدارة منعته وقسد منعته. لا تمارس هذا التضليل الفاقع والبايخ. طيب مش مشكلة، مارس هذا التضليلات، بس لكي تبرئ ذمتك وساحتك الأجدى بك أنك تروح على حدود الجولان، كمان على حدود القنيطرة اللي والمناطق التي تحتلها إسرائيل تحتلها إسرائيل. روح هنيك وعمل لمة وقعدة وقول إخواننا هناك خلف هؤلاء جحافل الكيان الصهيوني، سنأتي وسنعبر النهر ونهر الأردن ونهر الفرات ونهر العاصي وكل الأنهر، وسنأتي محررين فاتحين. ويعني نفس الأداء التمثيلي اللي أنت سويته هنيك بهذا الفيديو اللي طلع، سويه كمان على حدود إسرائيل. لأشوفك هنيك، أشوفك على يعني أنك حريص على الأراضي السورية كمان في المناطق التي تحتلها تركيا والائتلاف والإخوان والجبهة النصرة اللي أنا وأنت كنا عم ننتقدهم في الدوحة. خليك هيك. الكثيرين يعني من السذج عندما يرونني أنتقد نظام الجولاني بيعتبروا أنه هذا تخندق مع قسد أو دفاع عن قسد. أنا لست قسدي، كنت وسأبقى معارض لقسد، لكن عندما أرى هذا الأداء السخيف الطائفي المشيطن المضلل لدى حكومة الجولاني الانتقالية المؤقتة، طبيعي سأدافع عن منطقة شرق الفرات ومن يدير شؤون منطقة شرق الفرات كائن من كانوا يدير منطقة شرق الفرات، أنه يتعرضون لتضليل. هنالك فجور في الخصومة، فجور، هذا الأداء فجور في الخصومة، إنك تجي قريب من النهر وهي منطقة الشامية وهي منطقة ما بعرف شو وسنذهب. هذا فجور في الخصومة، هذا تضليل الناس، إنه على أساس محرم عليك دخول هذه المناطق وأنت ممنوع عليك بوصفك وزير للإعلام، إعلام الجولاني. هذا مش صحيح. لا تمارس، لا تسقط نفسك في هذا الدرك الأسفل من التضليل. مع الأسف الشديد أنت أجبرتني أن أوجه لك يعني هذا الانتقاد. شو بيقول وزارة الترى، يعني ترى كل الأماني وكل الحلم، ترى قلبي يعني يتقطع وأنه لازم يعبر النهر. هذا الإحساس الوطني على وحدة سوريا، وهذا الرهافة والمشاعر الجياشة ينبغي أن تكون متوازنة موجودة. أشوفك هنيك كمان، أشوفك ضد أنا يعني مشاعر البغضاء والكراهية والحقد الطائفي والحقد القومي والحقد الديني، أنا ضدها تماما. لكن لكي تكون متوازنا ينبغي أن تكون يعني تكون عادلا في توزيع الكراهية، أن تكون عازلا في توزيع الطائفية تبعيتك، أن تكون عادلا في توزيع المشاعر العنصرية البعثية الإخوانية الأردوغانية تبعيتك. كيف؟ أنه اكره قسد والأكراد والإدارة اللي هنيك، اكرههم، لكن بنفس القدر اكره إسرائيل، القوة الاحتلالية الجبرية القاهرة العدوانية التي تقتل في الفلسطينيين وتقتل في اللبنانيين وتقتل تقتل في المسلمين إذا أنت كنت مسلم، إذا عندك الشعور الإسلامي والقصص هي كلياتها. مش إنه
تكن البغضاء والكره والحقد على مناطق شرق الفرات وإدارة شرق الفرات، إخواننا وترى نحن كذا، وتتجاهل إسرائيل. كل الحلم أنه يعبر النهر، والحلم أنك توصل للجولان وتحرر الجولان. أنت كمان يعني تخليت، الجولان يتخلى، أنت كمان ستتخلى. لا يا دكتور حمزة، والله ما عرفتك هيك. ترى اخواننا في الجزيره عندهم عتب على استاذ حمزه مصطفى، وعتب على الاعلام، ومفكرين انه يعني سياده الوزير او وزاره الاعلام ما بيسلطوا الضوء على معاناتهم، ومفكرين انه وزاره الاعلام والاعلام السوري، اعلام الجولاني طبعا وسياده الوزير نسيانينهم. لا، ترى مو نسيانهم، هو مكرر ترى يعني ترى هن في ذاكرة حمزة مصطفى ليل نهار. أنا أتمنى أنه أبناء الجولان يكونوا في ذاكرة حمزة مصطفى ليل نهار، أبناء القنيطرة في ذاكرة حمزة مصطفى ليل نهار، أبناء عفرين ورأس العين والمناطق التي تحت الاحتلال التركي، وأنا قلتها في الدوحة وهو كان موجود، المناطق التي تحت الاحتلال التركي كمان في ذاكرة. ترى إذا ما كانت بذاكرتك يا حمزة مصطفى مع حفظ الألقاب، ترى الموضوع يعني خرج عن السيطرة. يعني خلاص موضوع الكراهية والبغضاء والأحقاد الطائفية القومية، كل هالتفاصيل خلاص تعرت، يعني ما عاد في مجال للتورية والقصص هي. ترى منطقة الجزيرة، بيقول ترى منطقة الجزيرة بدونها ما تتوحد سوريا. طبعا هذا مش كشف نووي، سوريا الموحدة، سوريا الجميلة بمنطقة الجزيرة. لن تقوم قائمة لدمشق ولنظام دمشق بدون الجزيرة. لكن كيف؟ ليس على طريقة أبو محمد الجولاني، وليس يعني بالمنظار التركي والإخواني. لا، هاي راحت، يعني هاي بعيدة عن دقن الجولاني ودقن قادة الإخوان ودقن مين كمان بدك يا دكتور حمزة. ترى منطقة الجزيرة بدونها ما تتوحد سوريا، وبنعرف انه الكرب كبير، وبنعرف انه قسد عندها انتهاكات يومية. لا، نظامك الجولاني ما عنده انتهاكات يومية، عنده مجازر، عنده جرائم حرب. نظام الجولاني، انت متورط، انت وزير اعلام اقترف جرائم ضد الانسانيه وجرائم حرب في الساحل السوري وفي منطقه السويداء. تتحمل المسؤوليه الاخلاقيه والسياسيه والقانونيه. اذا يعني صير وفتحت الملفات ومحاكمات لاركان نظام حكم الجولاني، انت ستكون من ضمن الذين تتم محاكمتهم بوصفه وزير إعلام لهذه مثلك مثل جوبلس. شو كمان؟ وبنعرف أنه قسد تحاول تصعيب الحياة مشان تساوي تغيير ديموغرافي. قسد بدها تساوي تغيير ديموغرافي. نص إدارة قسد عرب. أنت كم في كردي محترم آدمي ثقة موجود في سلطتك؟ نصف قوات قسد إن لم تكن أكثر من العرب. أنت على مين جاي يعني تضلل وترمي هيك يعني خبط عشواء أنه قسد تجري تغيير وتصعب الحياة مشان تساوي تغيير ديموغرافي؟ اللي بيساوي تغيير ديموغرافي اللي ارتكبوا المجازر في السويداء والساحل السوري، مش قسد لم ترتكب مجازر بنفس القدر التي ارتكبها نظامك أنت، قواتك أنت، ميليشياتك أنت، ارتكبوها في الساحل السوري ويعدون العدة لكي يرتكبونها في شرق الفرات. هذا واضح.
بيقول انه بنعرف انه قسد تحاول تصعب الحياه مشان تساوي تغيير ديموغرافي، لكن ايده مغلوله المسكين، وايده وايد نظامه للواقع اكراهاته والضغط يعني ما بيقول الضغط امريكي. ونحن بنعرف انه مثل ما السوريين عذروا الناس، عذروا مين يعني؟ عذروا الناس، اكيد رح يعذرونا، رح يعذروا سياده الوزير ونظامه، انه ما ساوى هبت هبت لبت لبت على هو حاول يساوي بس فشل وسيفشل. انتوا شفتوا فزعة السوريين، يا سلام، هون حطنا جمال حمزة مصطفى مع حفظ الألقاب مرة ثانية، هون حطنا جماله في هذا التعبير، إشارة واضحة دامغة فاقعة ساطعة على أنه ما جرى في السويداء وهبت هبت وفزعات البدو كانت بفعل فاعل، كانت منظمة ممنهجة من نظام الجولاني، نظام حمزة مصطفى. هاي هو عم يقول انتوا شفتوا فزعة السوريين وقت صار في كرب ووقت صار في شدائد. امتى صارت الشدائد؟ في الساحل في السويداء. منيح هيك؟ هذا يعني اقرار ضمني. ترى هذا الفيديو وثيقة دكتور محمد، دكتور حمزة مصطفى، وثيقة تدينك وتدين نظامك. ترى الناس راح تحتفظ فيها، ترى الناس راح تأرجيك هذا الفيديو بعد سنة بعد سنتين، راح تأرجيك هذا الفيديو وتطالبك وتحاسبك كمان على مضمون هذا المحتوى وهذا الفيديو والكلام اللي فيه. إن شاء الله، وأنا على يقين، هو بيقول الكلام له، إن شاء الله قبل بداية السنة وبيقول بيجوز طبعا، شوفوا التناقضات في الكلام، وبيجوز انه امل، خلينا نقول امل بدل وعد، ما بيقطع وعود يعني، وبيعطي امل. وبيجوز من الجائز، جائز يتحقق الامر ويجوز لا، في منطقة الجواز حدوث الفعل وعدم حدوثه، يعني في هذه المنطقة هي. وامل مش وعد. إن شاء الله رب العالمين بنكون في الضفة الأخرى، بيكون حمزة مصطفى ونظامه وأبو شقرة وأبو غبرة وشمعة أبو دمعة يقفز من فوق الشمعة بقفزته الروعة، بيصير بالرقة والحسكة ودير الزور. ترى هو بيقول بعدين، بيقول ترى أنا شايفه، ترى أنا متأكد منه وواثق منه كمان. إن شاء الله ما يكون بعيد، إن شاء الله يا أستاذ حمزة مصطفى، يا وزير إعلام الجولاني، إن شاء الله نشوفك بالقامشلي محترم، محترم وآدمي ووطني وديمقراطي ووزير إعلام دولة محترمة ووزير إعلام نظام محترم يحترم السوريين. نشوفك هنيك بالمفاوضات، بالاتفاقات، بالتفاهمات، مش بالعنجهية والضغط العسكري وعلى صهوة العمشات والعفشات. ترى إذا أنت ركبت العمشات يعني أهل شرق الفرات راح يرجعوك للضفة الأخرى للنهر. فترى يعني احسب حسابك بهالقصة دكتور حمزة مصطفى. يعني هيك أسلوب، هيك أداء، يعني لم يبق ماء للاحترام وللود المتبادل ما بين السوريين، واستحق مني في تقديري وظني هكذا رد ناقد وساخر. هذا من جهة. من جهة أخرى تصريحات حمزة مصطفى استفزاز عسكري وأمني وتحريض طائفي وعشائري على منطقة شرق الفرات. وينبغي لمظلوم عبدي ولقسد وللإدارة الذاتية أن ترد ببيان رسمي ترفض فيه جملة وتفصيلا
هذه الاستفزازات وهذه الاتهامات وهذه الشيطنة التي أفاد بها وزير إعلام الجولاني حمزة مصطفى في مناطق التماس أو مناطق ضفة النهر القريبة من سلطة قسد. ينبغي لقسد أن ترفض وتدين وتشجب يعني هذا انتهاك، هذا التصعيد انتهاك. أنتم شفتوا شيء مرة قيادي من قيادات قسد السياسية والعسكرية أتى على الضفة الأخرى وقال إنه والله ترى نحن راح نروح على الشام ونحرر بقية ريف حمص ومناطق تدمر وكذا ونوصل على تخوم الشام. وإذا أرادوا فعل ذلك أنا كمان واثق ومتأكد أنهم بإمكانهم أن يصلوا في غضون 48 ساعة إلى دمشق وحتى محاصرة دمشق. بإمكانهم، لديهم القوة العسكرية التي تجبر النظام الجولاني، وهم لا يستخدمون هذه القوة حتى الآن ولم يستخدموها حتى هذه اللحظة، بيدافعوا عن نفسهم. المخابرات التركية ونظام الجولاني بيدفش العمشات يلقون الرد في اللحظة والتو. طبعا مع كل هذه الاستفزازات، مع كل هذه الانتهاكات، مع كل هذه الشيطنة والتضليل، طبيعي رح يكون مع قسد، ليس بوصفهم قسد، بوصفهم مظلومين، بوصفهم يعني يصار شيطنتهم على يعني زورا وعدوانا. هذا هو منطقي. لو أنا شفت أنه بالفعل هنالك تعدي على نظام الجولاني ظلما وجورا وهنالك فجور في الخصومة في هذا الخصوص، سأقف مع المظلوم كائن من كان. بس يا أخي يعني ضبوا حالكم شوي، يعني من الجولاني ووزراء الجولاني وحسن الدغيم وما بعرف مين من البيادق التركية، يعني مجرد بيادق تركية يعني مصدقين حالهم انه هن عبارة عن نظام ورئيس ووزراء والقصص هيك كليات. مع الأسف الشديد ريثما يتخلص من هذه الأعباء الثقيلة من الأحقاد والبغضاء والتضليل والكذب من الجولاني يعني بيطلع بيحكي يا دكتور حمزة مصطفى أنت فهموا أنت وزير إعلام الجولاني، فهموا أنه نظام الحكم والإدارة على زمن الحكومات الإسلامية، الدول الإسلامية كلها كان نظام لا مركزي. فهموا شو هي الفيدرالية، فهموا أنه ما في علاقة بين إيرلندا، يعني فأنه صاير حسني برزان. هذا إذا أردنا يعني أن نمنع النظام الفيدرالي واللامركزي أو الحكم الذاتي في شرق الفرات، فإننا نساهم في دعم وحدة الأراضي البريطانية ودعم وحدة الولايات المتحدة الأمريكية والأراضي الإسبانية. إذا أردنا أن نعرف ماذا يجري في إيطاليا، فينبغي أن نعرف ماذا يحدث في البرازيل. هذا الأسلوب الساذج الذي أضحكنا ونحن أطفال على أيام غوار الطوشة، انصحوا لهذا الأهبل زعيمك رئيسك، انصحوا أنه لا تضحك الناس علينا. كافية السخافات اللي بيطلع فيها على أساس بيحكي درر وحكم ومواعظ وهو ما بيعرف خمسة من الطمسة، ما بيعرف غير التكفير. يعني حاول أن تكون عونا للجولاني وبالأخذ على يده، يعني وانصحه، ما يطلع يحكي شروي وغروي ومن فوق الأساطيح. أنت كمان ضبط لي حالك شوي يا دكتور حمزة مصطفى. يعني أنا لا أجد هذا السلوك لائقا بك على الصعيد الوطني، على الصعيد الثقافي، على الصعيد البحثي، على الصعيد السياسي. هذا كله يسجل في تاريخك. لا يعني أكثر من مرة قلتها وأكرر، طالما أنك تجد أن الأمر لائقا بك هذا شأنك، لكن ستجد
دائما من ينتقدك من باب النصح والإرشاد والتسليط الضوء على مكامن الأخطاء. أنا مش مجبر يعني أصفق لك وأحلل لك ومن أنا مش موسى العمر ولا جميل حسن ولا الزبالات الموجودة يعني في إعلام الجولاني أو الإعلام الموازي لنظام الجولاني. أنا هو شنغوسي وأنت بتعرفني منيح، تعرف موقفي النقدي وتعرف أنه أنا ما عندي تفاوض على ما يتعلق بالقناعات والمبادئ. أنا لم أخضع قناعتي ومبادئي للتفاوض مع قوى كردية كبرى، ولا مع النظام السوري ولا مع النظام التركي. فيعني بكل تأكيد قناعاتي وآرائي ومواقفي غير قابلة للتفاوض مع نظام الجولاني. أكتفي بهذا القدر، دمتم بألف خير.